خلال ال4 سنين بتوع الجامعة، أنا عِشت تجربة بالنسبة لي كانت من أهم التجارب اللي أنا عِشتها، ألا وهي تجربة السكن الجامعي أو الاغتراب والعيش في سكن الجامعة. هو بالنسبة لي ما كانش مجرد سكن جامعي أنا باروح باسكن فيه عشان هو مثلًا قريب من الجامعة وخلاص، لأ هو بالنسبة لي حياة وأنا اللي مسؤولة عنها. لو خايفين من تجربة السكن الجامعي وخايفين إن أنتم تسافروا لوحدكم وتغتربوا وتقعدوا في مكان أنتم مش عارفين الناس كويسة والّا لأ، مش عارفين تتعاملوا إزاي أو تتأقلموا إزاي مع الغُربة، فأنتم في الفيديو الصح. في الفيديو ده إحنا هنتكلم عن الغُربة والسفر وإزاي أنا اتأقلمت في مكان أنا مش عارفة الناس الموجودة فيه، مش عارفة إزاي هاتعامل مع ناس غريبة وكده، وإزاي السكن حرفيًا أو الغُربة بمعنى أصح غيّرت شخصيتي أو خلّتني يعني في تطوُّر رهيب يا جماعة بجد بسبب السكن ده. وكمان هنتكلم عن أنتم كناس لسه أول مرّة إن شاء الله لو هتجرّبوا التجربة دي، إزاي تتعاملوا مع التجربة دي، إزاي تقدروا تتأقلموا، وإزاي لو أنتم مثلًا أشخاص انطوائيين زي أحدهم يعني، إزاي أنتم قدرتوا تتعاملوا مع هذه المتغيّرات، لإنه كلمة إن أنتم قاعدين في سكن يعني هتتعاملوا 24 ساعة مع بشر، فكتير أوي من المعاملات دي، فأنتم إزاي هتتعاملوا معاها، فتابعوا الفيديو لآخره. مبدئيًا لو أول مرّة تشوفوني، فأنا زهرة خرّيجة كلية الآثار جامعة القاهرة، وكنت مغتربة لمدة 4 سنين، وفي ال4 سنين دول أنا جرّبت السكن الجامعي، وبرضه في فترة صغيّرة جرّبت فيها السكن الخارجي، فممكن أقول لكم عن السكن الخارجي ده في الآخر، بس المهم أو أساس الموضوع، أساس الفيديو ده هو السكن الجامعي عن تجربة 4 سنين، ودي تجربة شخصية هاحكي فيها كل حاجة حرفيًا من الألف للياء، عشان بس الناس اللي خايفة أو مثلًا أهاليكم مش موافقين عن سكن خارجي أو سكن جامعي عمومًا، اللي هو أنتم إزاي هتغتربوا وإزاي تبعدوا عن أهلكم، المكان اللي أنتم حرفيًا متعودين عليه ومتعودين كل حاجة تبقى جاهزة، أنتم بجد هتروحوا مكان تاني، يعني أنتم بإيديكم المسؤولين المسؤولية الكاملة عن نفسكم، فبجد الموضوع ده هيفرق أوي معاكم، فالمهم هاحكي لكم كل حاجة، ولو أنتم مش متابعينّي تابعوني واعملوا subscribe علشان هانزّل برضه إن شاء الله فيديوهات عن مميزات وعيوب السكن الجامعي، ده تحديث مش فاكرة التحديث الكام، تقريبًا التالت أو التاني مش فاكرة، لإن أنا نزّلت فيديو قبل كده عن القناة عن مميزات وعيوب السكن الجامعي، وبرضه عن إحنا هناخد معانا إيه لسكن الجامعة، لإنه باحس إن كل سنة حرفيًا لمّا باروح يعني وكده، باحس إن أنا باجدد الحاجات اللي باخدها، يعني في حاجات مش باخدها، في حاجات بارجّعها، في حاجات بابقى فعلًا محتاجاها، فكل سنة باحس إن احتياجاتي ساعات بتزيد أو ساعات بتقل، ساعات في حاجات ما باضطرش آخُدها، ساعات في حاجات تمام لازم آخُدها أو حاجة جديدة يعني وكده. فتابعوني علشان تشوفوا الحاجات بتاعة السكن الجامعي. طيب أنا عايزة أحكي لكم معلومة قد كده عني، هو إني حرفيًا قبل السكن وقبل الكلية يعني لمّا أنا كنت في أولى، تانية ثانوي، تالتة ثانوي يعني الحاجات دي، بُصّوا أنا كنت شخص انطوائي حرفيًا، مش عارفة أقول عليها انطوائية والّا اجتماعية، بس عارفين الشخص الانطوائي اللي جواه اجتماعي، عارفين الشخص ده؟ هو ده أنا. أنا مش بادّي الأمان بسهولة للمكان اللي أنا فيه أو الأشخاص اللي أنا هاكون معاهم، إلا لمّا أشوف هُم مثلًا شبه شخصيتي، يعني نفس تفكيري، نفس أسلوبي، ممكن إزيِك، الله يسلمِك، بعد كده نشوف الكلام هييجي على إيه، وهكذا يعني. دي كانت شخصيتي، وبرضه كنت يعني دايرتي كانت محدودة أوي في سنين الابتدائي، الإعدادي، كان هُم ناس بس اللي إيه أعرفهم، عشان أنا يعني عارفين اللي هو الأشخاص اللي بتحدد الناس دي هامشي معاها، الناس دي لأ، الناس دي مش عارف إيه وهكذا يعني، بس أنا من جوايا شخص اجتماعي جدًا، يا جماعة أنا بجد أنا باحب أكوّن علاقات، باحب الناس، باحب الحياة حرفيًا باحب إن أنا إيه، أروح أكلّم مع ده ومش عارف إيه، أصاحب ده وحاجات من دي كده يعني، فالسكن بقى يعني فتّحني خالص، خالص، أنا بجد كنت شخص انطوائي بينقّي الناس اللي هتكون شبهه، اللي هتكون شبه دايرته، اللي هتكون شبه أفكاره وأسلوبه ومعتقداته الحاجات دي، فالسكن خلّاني open mind أوي، ويعني متسامحة مع كل الشخصيات، كل البيئات، كل حاجة يعني. السكن بنكون جايين من بيئات مختلفة، أفكار مختلفة، عادات مختلفة، حاجات كتيرة أوي مختلفة، فالسكن علّمني إن أنا أتقبّل هذا بصدر رحب يعني، وإن أنا عادي هاصاحب وكده وهنبقى كلّنا أصحاب في بعضينا وبتاع، بس زي ما أنا هاكون منقيّة الناس اللي أنا هاكمّل معاها أو هانقي الناس اللي هم إيه، فعلًا نفس التفكير، نفس الأسلوب، دول إن أنا هاخلّيهم يقرّبوا منّي وهكذا. أمّا الباقي خلاص صحاب ومعارف، معارف بس. أول مرّة أروح فيها السكن ده في سَنة أولى، يا جماعة حرفيًا أنا
بجد أنا فاكرة كويس أوي إن أنا رميت الشنط، أول ما طلعت كده ولميت الشنط بتاعتي، حطيت الشنط وطلعت برّه الأوضة، اللي هو أنا خايفة أصلًا أكلم الناس دي هُم مين، أنا ما أعرفهمش ولا أعرف أي معلومات عنهم ولا أعرف أي حاجة، كنت قد كده، عارفين اللي هو الناس اللي بتبقى كاشة في نفسها دي، هو أنا كنت أنا. فبجد، بجد الوضع كان صعب جدًا بالنسبة لي في سَنة أولى، بس بعدين حسيت إن هُم لطاف، حسيت إن هُم كويسين، فيهم نفس التفكير شوية، بنحب نهزر، نضحك، مش عارف إيه، الحاجات دي. الموضوع طلع easy، الموضوع طلع حلو، ما فيهاش أي صعوبة خالص، هو بس في رهبة الأول اللي هو أنتم إيه، يعني ناس غريبة ما تعرفوش هتأمنوهم والّا لأ، مش عارف إيه، كان في الأول كده، ولكن دلوقتي لأ، الوضع بعد تجارب كتير أوي، فحسيت إن هو لازم تجرّبوا الحاجة علشان تعرفوا هي مناسبة ليكم والّا لأ، أو لازم تجرّبوا وتحطّوا نفسكم في الموقف عشان تعرفوا بعد كده اللي هو إيه، تبقى عندكم خبرة. زي ما أنا قُلت لكم إن أنا في البداية كنت شخص انطوائي كده كاتم على نفسه أو قافل على نفسه، اللي هو لأ، مش هاتعرّف على حد ومش عارف إيه والحاجات دي. وغير كده كمان والدتي ما كانتش أصلًا سامحة آآ إن أنا أسافر وأغترب برّه وأبعد عنها. اللي هو إزاي يعني أنتِ أصلًا، أنا بجد يا جماعة أنا حتى السوق في البلد أنا ما كنتش باروحه، يعني أنا ما كنتش باطلعه، ما كنتش باطلع حتّة بعيدة، ما كنتش باروح اللي هو أماكن بعيدة عشان يعني أقضّي مشوار، فما بالكم بقى أنا هاطلع برّه البلد كلّها وهاروح القاهرة، فالوضع كان صعب، وإنه لأ ومش هتعرفي تستكفي، وأنا بجد فعلًا أنا بجد لو حد ضحك عليَّ بمصاصة هاروح معاه عادي، بجد الوضع كان فعلًا للدرجة دي، فلأ يا جماعة كان الموضوع صعب أوي، لإنه أنتِ كبنت كمان أنتِ مسؤولة عن نَفْسِك، مسؤولة عن كل حاجة في حياتِك، مسؤولة عن قراراتِك صح أو غلط، مسؤولة عن كل حاجة، وكمان أنتِ مسؤولة عن صورتِك، صورة أهلِك في يعني أقولها إزاي، أنتِ مسؤولة عن صورة نَفْسِك وصورة بلدِك وبيتِك قدّام آآ يا رب توصل، يا رب المعلومة توصل، مش عارفة بجد أوضّحها إزاي، بس أيًا كان فهو ده الوضع يعني. لقيت إنه في سكن جامعي، وإنه ده تبع الجامعة، وإن هو آمن، وإن في مواعيد دخول وخروج، وما ينفعش تعملي كذا، وفي حتى في ورقة الملف بتاع الطالبات لمّا إحنا بنقدّمه، بيبقى في كده ورقة اسمها المخالفات، وما ينفعش إن أنتِ تخالفيها ومش عارف وتعملي إيه، فحاسة إن الوضع كويس يعني أمان إلى حدٍ ما، بس من هنا خلاص خدت القرار ورُحنا وقدّمنا، وبجد الورق كان صعب أوي وكان كتير أوي، لإنه أول مرّة كان بجد كمية ورق كده صعبة، ولكن الحمد لله قدّمنا وخلاص قعدنا في السكن. لو أهلكم مش موافقين على إن أنتم تسافروا وتروحوا تسكنوا في سكن جامعي، فيا جماعة بالله ده أمان جدًا، 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 في مواعيد دخول وخروج، في حُرّاس على برّه على السكن من برّه يعني، أو اسمهم حُرّاس، أيوه اسمهم حُرّاس، قاعدين برّه، ففي أمان. أنتم حرفيًا اللي شايلين المسؤولية الكاملة، يعني أنتِ كبنت أنتِ الوحيدة اللي شايلة مسؤولية نَفْسِك، شايلة مسؤولية قراراتِك، شايلة مسؤولية خروجاتِك برّه، فأنتِ الوحيدة المسؤولة، يعني أنتِ اللي بمثابة بابا وماما، حرفيًا أنتِ هناك بمثابة بابا وماما، فأنتِ اللي هتقولي أنا هاخرج، لأ، الوقت اتأخر، مش عارف إيه، فأنتِ اللي هتحافظي على نَفْسِك من الآخر يعني. طيب أنا ممكن أدّيكم نبذة بسيطة أوي عن السكن. أنتم في البداية بتقدّموا ورق على استمارة الزهراء، على موقع الزهراء، في ملف طلبات بتملوه، في ورق بتجهّزوه من المركز، مش عارف إيه، بتجهّزوا كل الورق وبعد كده بتقدّموه، بييجي لكم بقى إن أنتم تمام اتقبلتوا وهكذا، مش عارف بتسجّلوا الحُجرة أو الغرفة، وبعد كده بتروحوا تكمّلوا بقى الإجراءات في يوم التسكين، تمام؟ طيب أنتم بقى خلاص استلمتوا المفتاح بتاع الأوضة ورُحتوا هناك، أنتم الوضع هناك عامل إزاي؟ مبدئيًا هو عماير، يعني بمثابة كده compound، بس compound حكومي يعني جامعي، عماير جنب بعضها، العماير دي اسمها مباني، المباني دي بتتقسم لمبنى 1، مبنى 2، مش عارف إيه وهكذا. طيب المباني دي جواها أدوار، والأدوار فيها أوض، الأوض على حسب بقى هم مقسمين إزاي، يعني في أوض فيها 2، 2 بس، في أوض فيها 4، في أوض فيها 6، 6 ده بيبقى تقريبًا آخر دورين يعني، أنا ما سكنتش في 6 لحد دلوقتي. المهم يعني المباني بتتقسّم برضه لإن دي كلية آثار، دي كلية مش عارف إيه، دي كلية كذا، وفي مباني بيبقى فيها يعني شاملة كل الكليات، بس كليات الامتياز أو الطب أو اللي هم ال الكليات اللي هي الطبية دي، ممكن يبقى ليها مبنى لوحدها واسمها مباني امتياز يعني. في عنصرية حتى في المباني، أيًا كان.
فأنتم بتسكنوا على حسب بقى أنتم سجّلتوا إزاي في الموقع وهكذا. بعد كده إيه اللي بيحصل، في مطبخ بتروحوا تجيبوا منه الغدا بيبقى بمواعيد من الساعة مثلًا 13:00 لحد الساعة 19:00 وبيقفل بعدها، مش هتعرفي تجيبي غدا بعدها، والعشا بيفتح من الساعة 9:00 لحد من الساعة 7:30 لحد الساعة 9:00 ده العشا. طيب بالنسبة لنظام الدخول والخروج، أنتم ليكم ميعاد معيّن تدخلوا، بعد كده ما ينفعش تطلعوا، ألا وهو الساعة 20:00 آخرِك بالضبط 20:30. لو زوّدتِ بعد كده أو دخلتِ بعد كده بتتكتبي تأخير، تأخير ورا تأخير ورا تأخير، بناخد إنذار، إنذار ورا إنذار ورا إنذار، 3 إنذارات. والإنذارات دي بعد أول إنذار لازم يعني يبعتوا لأهلكم الإنذار الأول، يعني بيبعتوا لأهلكم إن أنتم اتأخرتوا في الميعاد الفلاني مش عارف إيه. حافظوا على نفسكم يا جماعة، ما تتأخروش، أنتم ما تتأخروش من الأول والآخر يعني. بس فالإنذارات دي بتجيب لِك إخلة، إخلة يعني هتمشي من السكن، مش هتقدري تسكني تاني. بالبداية كده يعني إيه، ما نتأخرش. طيب ده بالنسبة لكل حاجة في السكن. في حمامات في الدور، بالنسبة للحمامات صح نسيت، الحمامات بتبقى في كل دور حمام. الحمام بيبقى كتير، يعني عارفين اللي هو الحمام اللي هو 1، 2، 3 مترصص ده جنب بعضيه، وقصاده بيبقى اللي هو الدُش برضه 1، 2، 3، 4 على حسب بقى المبنى فيه كام حاجة يعني. بس ببساطة شديدة هو ده السكن الجامعي. أنتِ بتسكني مع ناس، الناس دي أنتِ ما مش بتكوني عارفاها إلا بس في الموقع بتسجّلي كده بالصدفة، يطلع لِك إن الغرفة دي فيها 3، فيها 4، فيها مش عارف مين، فبتسجّلي خلاص إن أنتِ دخلتِ الغرفة دي، بييجي لِك بقى بعدها أسماء الناس اللي موجودة معاكِ. طيب ممكن حد يقول لي طَب أنا عايزة أسجّل مع صاحبتي ومش عارف إيه، ممكن تعملوها، بس ده لو سجّلتوا سوا مع بعض أو اخترتوا مع بعض اللي هو أنتم فاتحين أنتم الاتنين سوا بتسجّلوا دلوقتي حالًا، فأنتم ممكن تختاروا أوضة خلاص فاضية فتختاروها سوا، مش عارف إيه، أوضة فاضل لها 2، أوضة فاضل لها مش عارف كذا، كذا، وهكذا تختاروا مع بعض أو تروحوا هناك. ولكن ده بعد التسكين خالص بتعملوا إن أنتم نقل غرف يعني، فبتنقلوا مع بعض عادي، سهل الموضوع سهل. لو أنتم في سنة أولى وهتقدموا على سكن جامعي، سنة أولى دول بيسكنوا آخر حاجة بالنسبة لجامعة القاهرة، أنا ما أعرفش باقي الجامعات التانية بتعمل إيه، ولكن بالنسبة لجامعة القاهرة سنة أولى اللي هو اسمهم مستجدين. المستجدين دول بيسكنوا متأخر، يعني مثلًا لو إحنا سكننا اللي هم القُدامى اللي هو إحنا، لو سكننا مثلًا في نُص 9 إن شاء الله يعني، المستجدين هيسكنوا مثلًا أول 10 آخر 10، لإن لازم القُدامى كلّهم يسكنوا وبعد كده المستجدين ييجوا يسكنوا. بس هو ده بالنسبة للسكن الجامعي يعني. point تانية بالنسبة لمصاريف السكن، مصاريف السكن هي يعني بجد خفيفة جدًا، يعني مقارنةً بإن أنتم لو سكنتوا سكن خارجي، لا يا جماعة، هو سكن الجامعة بجد فلوسه قليلة خالص، آآ مقارنةً بإن هو بجد قريب من الجامعة، كويس، في أمان، الحاجات دي، بعيدًا عن الأكل يعني، عشان أنا مش هاتكلم عن نقطة الأكل، عشان أنا مش هاتكلم عن نقطة الأكل دلوقتي، عشان كده إحنا كنا بناخد معانا الأكل بتاعنا أو بناخد اللي هو الحاجات اللي إحنا ممكن نطبخ بيها يعني وكده، فبنطبخ عادي هناك، فما فيش أي مشكلة، أنتم كده ممكن تطبخوا هناك لإن في مطبخ. وبرضه ما تتأملوش أوي إن مطبخ over ومطبخ وبتاع، بس هو مطبخ اللي هو ال4 عيون ده، لو بتشوفوا الفلوجات بتاعتي هو 4 عيون، ده للدور كله، الدور كله اللي هو فيه ما شاء الله، بس عادي good. نخش دلوقتي على point أنا إزاي هاتأقلم على حياة جديدة، ناس جديدة، غُربة وسفر وحاجات كتيرة أوي كده داخلة في بعضها، لو أنا مثلًا هاروح، لو أنتم خايفين من النقطة دي، فأحب أقول لكم إنه بجد يا جماعة، أنتم مش هتعرفوا قيمة الحاجة أو مش هتعرفوا إزاي الحاجة دي مناسبة ليكم أو لأ إلا لمّا تجربوها. حد هيقول لي طب هو أنا هاجرب وأتعب نفسي على سكن ومش عارف إيه وفي الآخر كذا، لأ. جماعة أصلًا فكرة إن أنتم تجرّبوا تغتربوا وتبعدوا عن أهلكم وتشيلوا مسؤولية نفسكم حرفيًا بالذات في الكلية، لا، ده حاجة كبيرة، حاجة كبيرة جدًا. فكرة إن أنتم بقيتوا مسؤولين وأنتم في جامعة، بجد دي حاجة كبيرة جدًا، وأرفع لكم القبعة لو أنتم عملتوها، لإن أنا الحمد لله عملتها، بجد مسؤولية صعبة وتقيلة، بس أنتم هتكتشفوا قد إيه إن أنتم جامدين، أنتم بجد جامدين، ده أنتم تحديتوا الصعاب يا جماعة، والله العظيم أنا بالنسبة لي الحاجات دي كبيرة أوي، عشان أنا عمري في حياتي ما كنت أتوقع أو أتخيل زهرة هتقدر تشيل مسؤولية نفسها، هتقدر تحافظ على نفسها، تقدر تاخد قرارات مصيرية لنفسها، وإنها تقدر تعمل كذا، وتقدر تروح وتسأل وتيجي ومش عارف إيه، وتروح مشاوير كبيرة لوحدها، فدي حاجة كبيرة أوي يا جماعة. أول حاجة بالنسبة للسكن وأنتم إزاي تتعاملوا مع ناس غريبة أو ناس جديدة، بالاندماج والمشاركة.
طيب دلوقتي زي ما أنا قُلت لكم في البداية خالص إن إحنا بنبقى قاعدين مع ناس تفكير مختلف، معتقدات مختلفة، بيئة مختلفة خالص، ومش باقول بيئة، قصدي بيئة يعني ثقافة وعادات وتقاليد، محافظة تانية حرفيًا مختلفة عنِّك، ف كل محافظة أو كل قرية، كل أي حاجة في الدنيا ليها عادات وثقافات وتفكير وحاجات مختلفة جدًا. إزاي يا زهرة مثلًا أنا ما أعرفش أتكلم، أنا شخص انطوائي، إزيكم عاملين إيه؟ الابتسامة في وجه أخيك صدقة برضه، أنتم عندكم كذا، كذا، بتعملوا إيه في البلد بتاعتكم، أنا سمعت إن أنتم البلد بتاعتكم كذا، كذا، وهتبدأوا تفتحوا حوار من لا شيء حرفيًا. حرفيًا أكتر حاجة أنا كنت مبسوطة بيها إنه في ناس في محافظات مختلفة مش زي المحافظة بتاعتي، اللهجة بتاعتهم فيها حاجة مميزة، مش باتريق عليهم لمّا باضحك عليهم، لأ، أنا بابقى مبسوطة اللي هو أنتم بجد بتقولوا كده، فاهمين؟ ففي مصطلحات أو في كلام كده غريب بيتقال، فاللي هو إيش هذا، إيش تقصدي، فاهمين؟ فاللي هو أنتم بتتكلموا كده ليه، أنتم مش عارف إيه، فنقعد بقى نضحك مع بعض ونهزر مع بعض، واللي هو إيه، الوضع بيبقى لذوذ أوي بجد. فالفكرة دي إن أنتم تتكلموا يعني لو أنتم بجد أشخاص اللي هو closed أوي على نفسكم، فأنتم ممكن تاخدوا الفرصة دي إن أنتم تبقوا أشخاص open، تفتحوا على نفسكم عشان تتكلموا وتبقوا أشخاص اجتماعيين، ليكم علاقات وهكذا، حتى لو العلاقة دي مش هتدوم once إن أنتِ في سكن، once إن أنتِ في أوضة معاكِ صحابِك، فأنتِ صحاب مع بعض، حتى لو صحاب سكن، إحنا كده already صحاب السكن دول إحنا مش هنشوفهم مرّة تانية إلا لو شُفناهم بالصدفة في مكان مش عارف إيه، هتبقى إزيِك، الله يسلمِك، عاملة إيه، وبجد، بجد لمّا تعملوا علاقات حلوة مع صحابكم اللي في الأوضة، أنتم لمّا تمشوا هتفتكروا إنه قد إيه بجد الأوضة دي أنتم مفتقدينها، مفتقدين الجو بتاعها، مفتقدين ناسها، الكلام بتاعها وهكذا يعني، ابدأوا إن أنتم تتكلموا عاملة إيه، الطرحة دي لونها حلو عليكِ أوي، إيه ده أنتم عندكم محاضرات النهارده، إيه ده أنتم عندكم امتحان بكرة، إيه ده مش عارف إيه، فاهمين الكلام ده بجد بيجيب بعضه، مرّة في مرّة هتلاقوا نفسكم منفتحين جدًا وبتتكلموا والدنيا لذوذة وحاجة جميلة جدًا. وبالنسبة لإن أنتم في الأوضة عشان برضه تبقوا عاملين حسابكم أنتم لمّا تروحوا هتحطوا بس كده standard إنه يا جماعة أنا كذا، 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 ومش باحب point معيّنة، وأنتم لو مش بتحبوا حاجة ممكن تقولوها لي برضه عشان ما أعملهاش، عشان نبقى عايشين في سلام، عشان ما نتخانقش وننزل للمشرفة كده. فاهمين؟ فأنتم مع بعضكم، أنا يا جماعة أنا آسفة بس أنا محتاجة إن أنا النور يطفي علشان أنا محتاجة أنام دلوقتي، عشان أنا النور بجد بيتعب لي عيني، ولحد هذه اللحظة يا جماعة أنا النور كان بيتعب لي عيني، للناس اللي بتشوفني أنا النور بجد كان بيتعب لي عيني. ف نتكلم مع بعض بالطريقة دي، نبقى هاديين مع بعض etiquette شوية يعني، مثلًا الصوت يا جماعة بس شوية عشان مش عارف إيه، طب أنتم هتذاكروا أو أنتم مش عارف إيه، خلاص أنا هانزل علشان مثلًا لو أنا مش باذاكر أو مش عارف إيه، الحاجات دي. طب جو اللزوز ده حاجات جميلة يعني، بس فبجد، بجد أنتم اتعاملوا بما يرضي الله، والله أنا متيقنة ومتأكدة أنا بجد هاتعامل بما يرضي الله، وهاقول لهم إن أنا في بوينتات مش باحبها، خلاص أنا ربنا هيسهّل الدنيا، وعشان أنا هاعمل كده معاهم، لإن أنا مش هاقول لهم إن أنا ما باحبش كذا وكذا وكذا، وأعمل الحاجات اللي هُم ما بيحبوهاش، إيش هذا أنتِ فاهمين؟ فلأ، أنتم تحترموا حدود بعض، وتحترموا إن في point أنتم ما بتحبوهاش وهُم كمان كذلك، فخلاص الدنيا بجد هتبقى peace جدًا، ومش هيبقى في كده اللي هو إيه هنحابي بقى على بعض وشوية action وننزل للمشرفة والحوارات دي، فمش هيبقى في كده خالص. طيب ده بالنسبة لحوار السكن، بالنسبة بقى أنتِ دلوقتي في الغُربة. يعني أنتِ دلوقتي مسؤولة عن نفسِك 100% حلو، طيب أنا إزاي هاتعامل؟ أول حاجة أنتِ صورة أهلِك، أو أنتِ مراية أهلِك هناك، فالحاجة اللي هتعمليها معنى كده إن أنتِ في بيتِك كده، أو بيتِك كلّه كده، فيا ريت، يا ريت، يا ريت نبيّن صورة أهلنا أو بيتنا بشكل كويس، نعمل بشكل كويس، نتعامل بشكل كويس، نحافظ على نفسنا، نعرف إنه لو في حاجة غلط الناس كلّها بتعملها، أنا مش هاعملها علشان الناس كلّها أوكي بتعملها، وخصوصًا إن أنتم لمّا تروحوا الجامعة أنتم بجد هتلاقوا كمية حاجات مختلفة عنكم، يعني أنتم ه هت ه يعني أنتم فُلح، بجد معنى كلمة فُلح أنتم فُلح بجد، وأنا مش قصدي كلمة فُلح اللي هو أنتِ فلاحة يعني حاجة وحشة لأ، قصدي إن أنتِ بجد أنتِ جميلة جدًا، يعني أنتِ حلوة جدًا والله العظيم، عشان أنتم بجد هتلاقوا الجامعة open mind بطريقة مش طبيعية. فكون إن أنتم جايين من بلدكم وهتبقوا مغتربين، وهتحسّوا إن أنتم عايزين تجاروا الحياة اللي هناك،
عشان بس يبقى اسمكم مش اللي هو مقفّلين أو دماغكم أنتِ جاية من البلد بقى وفلاحة ومش عارف إيه الحاجات دي، بالله عليكم لا تفعلوا ذلك، بالله عليكم خلّيكم فلاحين خلّيكم فُلح، خلّيكم مع الفلاحين يا جماعة، أنا بجد أنا مش باتريق عشان أنا كده فلاحة عمومًا، أنا كده جاية من البلد عادي، بس اللي أقصده إنه جماعة بجد والله العظيم ما تغيّروش نَفْسكم علشان بس تجاروا الأحداث، ما تغيّروش نَفْسكم علشان بس إنه أنا لازم أبقى كذا، أنا مش عارف إيه، أصل كلّهم بيعملوا كذا، فأنتم ما تغيّروش من نَفْسكم، بالعكس يا جماعة أنتم مميزين، والله أنتم بجد مميزين جدًا، حافظوا على نفسكم، ما تغيّروش العادات بتاعتكم والتقاليد بتاعتكم وأفكاركم ومعتقداتكم والحاجات اللي أنتم مؤمنين إنها صح، هناك غلط، أوكي، ماشي، فحاولوا تفهموا الحتّة دي. فمش باقول برضه إنه بتوع القاهرة وحشين وإنه بتوع القاهرة مش عارف إيه والحاجات دي، أنا كده already في القاهرة وليّا قرايب في القاهرة وكل حاجة كتير أوي في القاهرة، ولكن اللي أقصده إنه بجد في حاجات إحنا مش متربيين عليها فما نروحش بقى نعملها، يعني ما نروحش نبقى open mind أوي ومش عارف إيه، عادي في حدود، في صداقات، مش عارف إيه الحاجات دي، ولكن برضه بحدود. مش عارفة أوضّح أكتر من كده إيه، بس أكيد الأهالي يعني فاهمين يعني. بس فزي ما أنا قُلت إن أنتم تحافظوا على نَفْسكم وتحافظوا على مبادئكم وتحافظوا على الأساسيات اللي أنتم اتربيتوا عليها وهكذا، وما فيش مانع من إن أنتم تندمجوا في المجتمع اللي هناك، ولكن هتندمجوا بس already أنتم عندكم standard موجودة، أنتم عندكم مبدأ موجود مش هتغيّروه علشان بس تجاروا الأحداث اللي موجودة، الحاجات دي، فاهمين؟ أنا في الأول أنا كنت باجرّب وباغلط، باجرّب وباغلط، باجرّب وباغلط، فهي دي، يعني هي دي الحياة، إن أنتِ تجرّبي وتغلطي. اتعلمتِ من غلطِك حلو، في أغلاط جديدة كده إحنا بنغلط كتير أوي وبنتعلم من غلطنا، فأهم حاجة يكون غلط جديد يعني بس اللي أقصده إنه أنتِ بتغلطي وبتجرّبي، وبتغلطي وبتجرّبي، وبعد كده بتتعلمي، الحياة بتعلمِك، يعني أنتِ لمّا تتغرّبي أنتِ بتتعلمي كتير أوي، فعشان برضه تبقوا عارفين إن أنتم دلوقتي في السفر إمتى تصرفوا فلوسكم في حاجة كويسة، إمتى تصرفوا فلوسكم في حاجة مثلًا نِفْسكم فيها عادي، بمعنى أصح هتكونوا ماسكين أنتم الفلوس، فأنتم اللي هتقولوا ده أنا هاطبع BDFات، أنا محتاجة إن أنا أشتري الحاجة دي، أنا مش عارف إيه، فأنتم اللي ماسكين الmoney كده بتاعكم أو الفلوس بتاعتكم، أي نعم هي فلوس أهلكم يعني وفلوس أهلي برضه عادي يعني أنا لسه مش مستقلة، ولكن اللي أقصده إن أنتم اللي حرفيًا هتبقوا مسؤولين عن حياتكم من الألف للياء. فالفكرة دي هتكون حلوة جدًا، لإن أنتم زي ما قُلت هتكونوا شايلين المسؤولية، فلمّا يبقى عندكم حِس مسؤولية وأنتم في الغُربة وأنتم بعيد عن أهلكم دي حاجة كويسة، دي حاجة أنتم هتتعلموها مع الوقت هتتعلموا بعد كده إزاي تديروا الحياة، تديروا دنيتكم تبقى ماشية إزاي بعد كده لو مثلًا في ظرف ما فيش فلوس مش عارف إيه، تكوني أنتِ محوّشة فلوس مثلًا يعني معاكِ، مش عارف لو مثلًا أهلِك أنتِ عارفة إن هُم مش معاهم فلوس أو الدنيا زنقة هتحسي إن يعني حرفيًا هتحسي على دمِّك أوي، وهتحسي إن أنتِ هتحسي إن في مسؤولية، أنتِ بجد هتحسي أول ما تطلعي كده من بيت أهلِك، أنتِ حرفيًا هتبقي حاسة بالمسؤولية وهتشيلي مسؤولية نفسِك أوي. طيب عايزة أتكلم عن point أخيرة وهي هل السفر ده مُتعب أو السفر ده يستحق أو السفر ده إيه نظامه يعني؟ بالنسبة لي بأمانة هاتكلم معاكم عن تجربة 4 سنين، بجد يا جماعة السفر ده مرهق جدًا نفسيًا، جسديًا، صحيًا، كل حاجة في الدنيا، بجد السفر ده مُتعب أوي، خصوصًا إن إحنا كبنات يعني اللي أنا جرّبته إن أنا بجد باشيل وباحُط وباروح وباجي ومش عارف إيه، وساعات بجد في أوقات كتير أوي كان في ناس بتشوفني إن أنا يعني شايلة على ضهري وشايلة في إيدي الاتنين ومش قادرة أمشي، ما حدش بيساعد ساعات مش كل الأوقات، ساعات ما حدش بيساعد اللي هو يشيل، يقول لِك هاتي عنِّك، مش عارف إيه، باحس وقتها إنه قد إيه إحنا بنتعب عشان بجد نوصل لحاجة معيّنة، يعني والله بجد في أوقات عليَّ أنا كنت باسافر لوحدي وبتاع، أنا ما بابقاش قادرة أسافر، بجد أنا مش عايزة أسافر، أنا مش قادرة أسافر، مش قادرة أشيل ده كلّه، مش قادرة أروح، مش عايزة أواجه الدنيا هناك خلاص يعني في داهية المحاضرات، في داهية أي حاجة، المهم صحّتي، بس باغصب على نَفْسي عشان أنا مش هاروح ألعب، أنا رايحة أتعلّم، أنا رايحة أستفاد في حاجة معيّنة، فالغُربة بجد كانت صعبة أوي بالنسبة لي في السفر، وخصوصًا إنه
هو تقيل علينا، يعني إحنا كبنات مش متعودين إن إحنا نشيل بقى ونعمل ومش عارف إيه، وحاجات تقيلة وهتروحي تسافري لوحدِك وتتعاملي مع مواصلات لوحدِك، تتعاملي مع رجالة لوحدِك، تتعاملي مع حاجات كتير أوي لوحدِك، خصوصًا في اللي هي المواقف بتاعة الميكروباصات ومش عارف إيه، فتقيلة وبجد، بجد تجربة جديدة يعني، ولكن هي بجد تجربة يعني عظمة على عظمة، عشان هي هتعلّمِك إزاي بجد، بجد أنتِ تبقي راجل كده في المكان اللي أنتِ هتروحي فيه، يعني أنتِ مجرد once إن أنتِ طلعتِ من بيت أهلِك أنتِ راجل، أنتِ مش بنوتة هتسافري وخلاص، لأ أنتِ كده، يعني فاهمين؟ اللي هو أنتِ راجل في مكانِك، هتعرفي تتعاملي إزاي، هتعرفي تقولي آه أو لأ إزاي، هتعرفي تقولي لأ أنا مش هينفع أقعد في المكان ده، لأ مش عارف إيه الحاجات دي، فبجد أنتِ هتسترجلي أوي، يعني مش بمعنى راجل أوي، بس بمعنى هتسترجلي، هتبقي عارفة أنتِ إزاي تردّي، فاهمين؟ فصراحة ده اللي أنا استفدته جدًا من السفر، هو فعلًا مُتعب وبتاع، ولكن والله يستحق، بجد، بجد تجربة السكن تستحق، وأنا مش باقول لكم تجربوا سكن سَنة وخلاص، يعني أنتم كده already ما دام أنتم هتروحوا في كُلّية إن شاء الله تدرسوا بعيد عن المحافظة بتاعتكم، فالأولى والأحسن إن أنتم تاخدوا سكن جامعي، فأنتم ما تخافوش إن أنتم تغتربوا في بلد غير بلدكم، اعرفوا رقم 1 إن أنتم رايحين علشان تطلبوا العلم، رايحين علشان تستفادوا وتتعلموا، وتتعرفوا على ناس جديدة، تكوّنوا علاقات عشان بعد كده إن شاء الله مستقبلًا يبقى ليكم علاقات، ولو محتاجين شغل أو محتاجين أي حاجة تقدروا تساعدوا بعض، كلّكم مع بعض شبكة علاقات تقدروا إن أنتم تستفادوا من بعض وهكذا يعني، يبقى عندِك صحاب ومعارف جديدة من بيئات مختلفة، حرفيًا مش هيبقى عندِك صاحبة من محافظة واحدة، لأ ده أنتِ هيبقى عندِك من جميع أنواع المحافظات، حرفيًا محافظات مصر كلّها إن شاء الله هتبقى معاكِ في السكن، فتتعرّفوا على بعض وتتعوّدوا على بعض وهكذا، وهتكتسبي خبرات بشكل مش طبيعي، هتكتسبي خبرات في إزاي أنتِ تتعاملي مع الأشخاص، إزاي أنتِ تتعاملي مع الناس، مش كويسة في التعامل، مش كويسة في point معيّنة، فأنتِ إزاي هتقدري تتعاملي معاها، إزاي تقدري تتعاملي مع شخص كويس محترم جدًا، إزاي تقدري تتعاملي مع شخص مش عارف إيه، فكل أنواع الشخصيات، كل أنواع الحياة هتبقى في السكن، فدي تجربة كويسة إن أنتِ بعد تالتة ثانوي خلاص هتكبري ودماغِك هتكبر، وتقدري بقى تكوّني بقى علاقات، تقدري بقى تكوّني وتميّزي الصح من الغلط، تعرفي الناس دي كويسة، الناس دي مش عارف إيه، الناس دي كذا، كذا. نصيحة من أختكم خدوها قاعدة في حياتكم، مش لازم الناس اللي معايا في السكن أو الأوضة أو السكن في العموم أو حتى في الكلية حرفيًا، هي دي الشخص اللي هيقعد معايا أو هي دي الbest friend أو هي دي اللي خلاص حياتي كلّها معاها وأسراري كلّها معاها ومش عارف إيه. بالله عليكم بلاش أسرار في البداية، بلاش تنفتحوا في البداية وتقولوا كل حاجة في البداية، اعرفوا إن أنتم زمايل سكن، اسمكم صحاب سكن، صاحبة سكن، الله أعلم البنت اللي معاكِ دي كويسة بجد وبتحب لِك الخير وهتكمّل معاكِ للآخر وهتبقى معاكِ على التواصل بعد ما تخلّصوا سكن وهكذا أو لأ، بس اللي تعرفوه إن أنتم زمايل سكن، يعني مش كل حاجة تدلقوها، مش كل حاجة تقولوها، أسرار بيتكم ما تطلعش، أبوس إيديكم تمام، فدي ما تتقالش خالص، لأ أنتم صحاب، إزيِك، الله يسلمِك، عاملة إيه، طبخة إيه النهارده، مش عارف إيه، الحاجات دي، الحاجات السطحية، أمّا التعمُّق بقى والحاجات دي، ده بقى لو فعلًا، فعلًا ارتحتِ لها، لو فعلًا هي فعلًا شخص كويس وهكذا، بس برضه ما تدّوش الثقة والأمان في البداية خالص، 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 وأنتم اعرفوا في البداية إنكم صحاب سكن وخلاص، بس. أتمنى بجد تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا رب أكون قُلت كل حاجة، يعني خاصة بإن أنتم إزاي تتأقلموا وإزاي تتعاملوا مع العيش لوحدكم يعني هناك، وأتمنى بجد تستفادوا منه، ويا رب تكون المعلومة وصلت، يعني أنا أتمنى تكون المعلومة وصلت، ولو أهلكم خايفين لحد دلوقتي بجد والله على ضمانتي الشخصية هناك في السكن كويس جدًا، 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 أمّا بالنسبة للطريق، بالنسبة للسفر الحاجات دي، فأنا في البداية الصراحة كان أهلي بيوصّلوني لحد هناك، يعني والدي الله يبارك له يعني ادعوا له يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب يخلّيه لي، هو اللي كان بيوصّلني وبجد كان بيتعب معايا أوي في حوار الشيل الشنط والحاجات دي، فبجد كان الوضع صعب في الحوار ده، عشان أنا كنت باشيل حاجات كتير أوي وما كنتش عايزاها، يعني في حاجات ما كنتش عايزاها، فده تخلُّف منّي الصراحة يعني، فعشان كده أنا عايزة أفيدكم في الفيديوهين الجايين إنه إيه الحاجات اللي تاخدوها معاكم وإيه الحاجات اللي لأ ممكن تستغنوا عنها يعني وهكذا. فبس هو بس حوار السفر والشيل بتاع الحاجات ده هو اللي كان صعب، ولكن هناك جو السكن جوّه هو أمان جدًا، 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 أي مشكلة أصلًا بتحصل لو في أي حاجة مضايقاكِ، لو في أي حاجة متضايقة منها من الأوضة، من صحابِك، مش عارف حصل حاجة، حصل بتاع، فأنتِ تقدري عندِك المديرة وعندِك المشرفة بتاعة المبنى بتاعِك، من الناحية دي أمان جدًا، جدًا، جدًا. برّه السكن إحنا اللي بنبقى مسؤولين عن نفسنا، لو اتأخرنا برّه إحنا اللي بنبقى مسؤولين، لو حصل حاجة برّه هم ما لهمش دعوة، يعني السكن once إن أنتِ دخلتِ خلاص هم مسؤولين المسؤولية الكاملة عليكِ، هم يعني حرفيًا أي حاجة تحصل معاكِ لو لا قدر الله حصل أي حاجة، أي حاجة،
أهلِك بيكونوا على علم، فهُم بيكونوا متواصلين وكده، ولكن برّه السكن حصل لِك أي حاجة لا قدّر الله وأي حاجة برّه، هُم ما لهمش دعوة. فعشان كده باقول يا بنات نحافظ على نفسنا، يعني نخاف على نفسنا، نروّح بدري، ما نروحش متأخّر، مش أي حد يقول لنا يالّا نخرج، يالّا مش عارف إيه، ونلاقي صحابنا بيتأخّروا برّه نخرج معاهم، لأ، أنتم ممكن تاخدوا تصريح، ولكن تكونوا مأمِّنين نفسكم إن أنتم هتباتوا عند حد من قرايبكم برّه، اعملوا تصريح إن أنتم هتباتوا كذا، كذا في المكان كذا، كذا مش عارف إيه، اسمها تصريح، ده تصريح بيتقدّم علشان تبيّنوا للجامعة أو السكن إن أنتم مش موجودين في السكن اليوم ده، وبيبقى في تمام ومش عارف كل يوم لازم يتمموا عليكم إن أنتم موجودين في الأوض، فبجد من الناحية دي أمان جدًا، فما تقلقوش لو أنتم خايفين على بناتكم إن هُم يروحوا وهكذا يعني، المهم إن أنتم تحافظوا على نفسكم بس مش أكتر، عشان أنا كبنت اتعرّضت لكثير من المواقف الرخمة جدًا، 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 وخصوصًا في السفر بجد الشيل والحاجات دي يعني إحنا كبنات باحس الموضوع بجد تقيل أوي، ولكن حرفيًا سَنة مع سَنة مع سَنة الواحد بقى كده شَد على نَفْسه كده بقى كده فاهمين أنتم؟ بس فلا تقلقوا، لا تقلقوا جدًا، جدًا يعني. وبس كده، يا أصدقاء أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو أنتم أول مرّة تشوفوني فأنا زهرة خريجة كلية الآثار، قُلتها في البداية تقريبًا، وباشارككم رحلتي في السكن الجامعي، ولكن خلاص دلوقتي خلّصنا الرحلة، ولكن هاشارككم إن شاء الله الفترة الجاية فلوجات ما بعد التخرُّج، وإزاي هاتعامل مع التخرُّج دلوقتي، أنا إزاي هاتعامل مع التخرُّج، وبس كده. Zum Video بعد فيديو باي.